بكم في فيديو جديد عبر قناة سعودي مورنينج. قبل بدء الفيديو ندعو مشاهدينا الكرام للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك. نبدأ على بركة الله. في هذا الفيديو نناقش الخبر التالي: نيمار يشكر السعودية والهلال. في أول تعليق من جانبه بعد إعلان انتهاء علاقته بنادي الهلال، ودع البرازيلي نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور السعودية وجماهير نادي الهلال السعودي بعبارة شكر على الفترة التي قضاها، وذلك من خلال منشور على صفحته الخاصة في انستغرام. وقال: أشكر الجميع في نادي الهلال، شكرا لكم، لقد بذلت كل شيء من أجل اللعب، وأتمنى أن نستمتع معا في الملعب في وقت أفضل. وتابع إلى السعودية: أشكركم على إعطائي وعائلتي تجربة جديدة وبيتا جديدا، لقد أصبحت أعرف السعودية الرائعة، لدي أصدقاء مدى الحياة هنا، لقد شعرت بمحبتهم وشغفهم لكرة القدم. سوف أستمر بالمتابعة ومتابعة رحلة السعودية نحو كأس العالم 2034. المستقبل لكم وسيكون مذهلا، وسوف أستمر في تقديم الدعم لكم. وكانت قصة نيمار انتهت رسميا عبر بيان بثه الهلال في ساعة مبكرة الثلاثاء. أعلن خلاله الأزرق العاصمي انتهاء الارتباط بنيمار بالتراضي قبل 6 أشهر من انتهاء العقد الذي بدأ في صيف 2023 لمدة موسمين، لكن موجة الإصابات التي لاحقت نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق من أكتوبر 2023 لم تسعفه للعب سوى في 7 مباريات، سجل فيها هدفا وصنع 3 أهداف. يذكر أن الأنظار تتجه الآن صوب سانتوس البرازيلي الذي سيكون الوجه الجديد لنيمار من أجل استعادة البدايات وصقل الموهبة في النادي البرازيلي الأشهر. شكرا لكم على الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد، ولا تنسوا ترك تعليقاتكم والتفاعل مع القناة.